السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة يا ولاد ال45 سؤال الأولانيين اللي احنا حكينا عنهم، وعايز أفكركم إن الحل الكتير هو اللي بيخلي عندك السرعة ويثبت المعلومة مهما انت كنت مش مذاكر الدرس. كل ما تحل كتير كل ما تخلي ال- الوقت بتاع الامتحان بتاعك أقل. ناخد بقى ندخل في الأسئلة. بقولك الهارت بتاعك، كبر شوية، كبر كمان. اللوكيدد بتاعة الهارد بتاعك فين؟ اللي هو موجود في الثورات الكافيتي التجويف الصدري. قلنا ان اللوكيدد بتاعنا موجود في الميد لاين. طب الميد لاين ده اسمه ايه؟ ميديا استنيوم اللي هي هتبقى الاجابة رقم بي. رقم 2 معانا بيقولك، الهارت بتاعنا ريستس على ايه؟ ايه هو المصل اللي بيستريح عليه؟ وقلنا ان هو الدايفرام، تبقى الاجابة ايه. طيب رقم 3 بيقولك، اللهم صل على سيدنا محمد، ال الويت، الوزن بتاع الهارت قد ايه؟ وقلنا موجود في الادلت عبارة عن less than pound، اللي هو اقل من رطل. الاجابة تبقى ايه؟ رقم 3 ايه. طيب رقم 4، وش تريم refers للهارت كونتراكشن؟ الهارت كونتراكشن سيستوليك. قلنا الكونتراكشن سيستوليك، يبقى الاجابة بي. طيب الدايستوليك عبارة عن ايه؟ هارت ريلاكسيشن، يبقى بي برضو. طيب رقم 6 بيقولك صغر شوية، بيقولك بيقولكوا في 6 ايه؟ مهوش نوت من الفانكشن للهارت، ماهيش من وظائف القلب. طيب احنا واخدين نفتكر تاني ايه هي وظائف القلب. ساعة ما كنت بقولكوا ده المدير اللي بيضمن وبينتج وبينقل، يبقى هو المانج بتاع بلاد سبلاي، يبقى ده صح. طيب هو البروديوسنج البلاد بريشر، صح. طب هو السكيورنج ليه الوانا واي بلاد فلو، صح. والرابعة اللي هو كان الترانزميتنج بلاد. طب هو مكتوب هنا عندنا ان هو بيعمل توكسين للبلاد، لا غلط، ما هوش بيعمل سمية في القلب، يبقى الإجابة سي. رقم 7 بيقولك هاو ميني كام تشامبر عندك؟ انت عندك كام حجرة؟ هتبقى 4. وعندك كام فالف؟ هيبقى 4، يبقى الإجابة سي. طيب التو ابر تشامبر بنسميهم ايه؟ بنسميهم اتريا اللي هو اوزين. طيب اللور تشامبر بنسميهم ايه؟ ليفت ورايت فنتركل، يبقى الإجابة بي. طيب رقم 10 بيقول لك الفالف لوكيتد بتوين بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل. تخيل القلب، ارسم القلب قدامك، واللي في اليمين يكون شمال واللي في الشمال يكون يمين. يعني ايه؟ يعني اعمل ايدك حرف الاكس، واعمل اللي هو حط ايدك يمين وحط ايدك شمال بس على شكل اكس. يبقى اللي عند ايدك اللي عند الشمال دي يبقى اسمها ليفت اتريوم ورايت اتريوم، وبينهم الميترال فالف، وبعد الميترال عندك الاورتيك فالف. لا مش عايزين الجهة دي، احنا بنتكلم عن ايه؟ نراجع تاني، كنا في سؤال 10 صح؟ كنا بنتكلم عن الرايت. نرجع عند الرايت قلنا كان الترايكاسبيد فالف، لو انتوا فاكرين اللي احنا عندنا منه الطيب، المشكلة اللي كانت فيه اللي هو العيب الخلقي اللي كان اسمها بايكاسبيد اورتيك فالف، يبقى اللي بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل اسمه ترايكاسبيد فالف، اللي هي الإجابة سي. طيب طب مين اللي بعد الترايكاسبيد فالف؟ بدل ما احنا بقى بنتكلم عن الكلام ده، اللي هو بين البلمونري وبين الهارت، بين البلمونري وبين الهارت اللي هو اللنج يعني والقلب، كان البلمونري فالف. ماشي تمام. بعد كده انا اخد، بقولك ايه يا شباب؟ رقم 11 بيقولك الميترال فالف اسمه ايه؟ اسمه التاني بايكاسبيد فالف، يبقى الإجابة بي. طيب رقم 12 بيقولك البريفنت بلاد فروم، ايه هو اللي بيحافظ على ان البلاد فروم من الاتريوم للفنتركل؟ ايه اللي بيخلي الدم ياخد وانا واي دايركشن؟ اللي هو اي فالف، هارت ايه فالف، يبقى الإجابة ايه. رقم 13 ونركز فيها، البرايمري كوزيز كوروناري ارتري ديزيز، ودي احنا قلناها الاسيروسكلوروسيز اللي هي بتاعت
البريفرال ارتري ديزيز والكوروناري ارتري ديزيز، فاكرينها؟ موجودة في تاني صفحة على طول تبع الكوزز للكاردياك ديزيز. هتبقى الإجابة عندنا رقم سي. رقم 14 اللي على الدور صح. وش كونديشن، ايه هي الحالة الكوز باي جيناتيك بروبلم او جيناتيك بروبلم؟ ركز يا شباب، جيناتيك بروبلم والميديكيشن. الجيناتيك بروبلم والميديكيشن بيعملوا ايه؟ بيعملوا اريزميا. بيعملوا ايه؟ اريزميا. يبقى الاجابة بي. طيب بعد كده يا مستر، ركز يا مستر، بقول لك رقم 15 الروماتيك هارت ديزيز، الامراض بتاعة القلب الروماتيزمية، كومبليكيشن بتاعتها. الروماتيك قلنا ان هي روماتيك فيفر، دي حاجات اساسية لازم تحفظها. يبقى 15 بي. طيب بعد كده 16 بقول لك ايه هو اللي من نون موديفيبل، من نون موديفيبل الريسك فاكتور بتاعت الكارديو فاسكولار ديزيز. قلنا النون في اللا اللي هم 3 اهات، بتاعت الفاميلي هيستوري وبتاعت السيفير انس، والتالتة كانت في الاتش. طيب مين منهم؟ هتبقى الفاميلي هيستوري اللي موجود. طب بقية الاجابات عبارة عن ايه؟ عن الموديفيبل مش النون موديفيبل. تمام، يبقى الاجابة هتبقى بي. دي اللي هي كانت رقم 16 صح. صح. 17 بيقول لك ايه هو الهايبر ليبيديميا؟ يبقى حصل للكوليسترول ايه؟ هاي. طب لو قال لك مين هو الهاي بتاع مين هو الهاي بلاد بريشر اللي هو الهايبر تنشن؟ ماشي تمام. وهكذا يا شباب. رقم 18 بيقول لك، يبقى احنا خلاص قلنا 17 بي، ندخل في 18. 18 البريك لامبسيا ريسك فاكتور. فاكرين البريك لامبسيا كانت تبع مين؟ كانت تبع الستات الحوامل، يبقى تبع البريجنانسي اللي هي الحوامل. يبقى الإجابة سي. طيب رقم 19 بقول لك البروتين كي امبورتنت في الكي بايوميكرز ميجر، مفتاح للبايوميكرز ميجر. بنستخدم فيه ايه البايوميكرز ميجر؟ نستخدم فيه التروبونين. التروبونين عشان يشوف البروتين. يبقى 19 بي. رقم 20 بقول لك الانكل بريكيال، وقلنا الانكل ده بيتلبس في الانكل وبيتلبس في قلنا في مكانين، يا اما في الانكل يا اما في الارمز. ليه؟ عشان يشوف البريفرال ارتري ديزيز، بيشخص لنا يعني البريفرال ارتري ديزيز. تمام، يبقى الاجابه بي. تمام. يبقى اللي بعدها رقم 21. رقم 21 بقول لك which test records the heart electric cavity activity. مين اللي بيشوف الالكترونات بتاعه النشاط الكهربائي للقلب؟ وقلنا الالكترو مع الالكترو، يبقى الالكترو كارديوجرام هو اللي بيشوف الالكترال اكتيفيتي. ماشي يا شباب تمام. يبقى الاجابه سي. رقم 22 بيقول لك في 22 ايه؟ what does ان الاندوكارديوجرام الايكوكارديوجرام يوز كرييت، بيديك صورة للهارت عن طريق ايه؟ الايكو. قلنا ان الايكو بيستخدم ساوند ويفز، وكان معاه جهاز تاني اللي هو كان اسمه الالترا ساوند. الاتنين دول قلنا ان هما بيستخدموا ايه؟ الساوند ويفز. يبقى الاجابة سي في 22. رقم 23 بيقول لك الامبولاتوري مونيتور، بيعمل مونيتور لايه او بيراقب ايه؟ الأنبول. وقلنا إن الأنبول ده جهاز قابل للارتداء، هو بيديك صورة للريزم وللريت بتاع الهارت. صح الكلام ده؟ صح. فين بقى في الاختياري اهو؟ الهارت ريزم اند الريتس للهارت اوفر تايم في جميع الأوقات. يبقى الإجابة بي. دي كانت 23 صح كده. 24 مين اللي بيديك صورة عن طريق الاكس راي؟ قلنا الست 3 دي، او بقولك 3 دي ايميجن، صورة ثلاثية الابعاد. يبقى الست. يبقى الاجابة بي. يبقى 24 كانت الاجابة بي. 25 بقولك يا مستر الارست الستريس تيست انالايزد هو الستريس تيست كنا بنعمل بيه ايه؟ ان هو بيشوف الفيزيكال اكتيفيتي والتأثير تأثير الاكتيفيتي الأنشطة والميديكيشن على القلب. صح الكلام ده؟ صح. يبقى الإجابة في 25 هتكون بي. طيب رقم 26
بيقول لك يا مستر الكاردياك كاسيتراليزيشن، القسطرة بتاعة القلب. قلنا القسطرة بتاعة القلب هيجي يسألك عنها في حاجتين، يا اما في الكاركترستيك بتاعتها، الخصائص بتاعتها، وقلنا ان هي بتكون ثين وهولو، ثين يعني رفيعة وهولو يعني مجوفة، يا اما هيقولك ان هي بتعمل ميجر للبلد، بتقيس الضغط بتاع الدم وتدفق الدم اللي هو البلاد فولو ان هارت. تمام. هو بيسألك هنا عن ايه؟ عن الكاركترستيك، يبقى الإجابة هتبقى في 26 سي. تمام. 27 يا مستر بقولك what is the definition، ايه هو التعريف بتاع الفالفر هارت ديزيز؟ وقلنا ان الفالفر هارت ديزيز يا اما حصل فيه ديزيز او فيه دامج بيأثر على الافكت الهارت فالف، يبقى الإجابة بي. رقم 28 يا مستر بقولك المترال ستينيزيس ديفند، يعني ايه مترال ستينيزيس؟ تضيق الصمام المترالي. طيب ينفع اقول شريان مترالي؟ منفعش، يبقى ده ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل، يبقى بدل ما حصل ستينيزيس يبقى الدم ما بيعديش من الليفت اتريوم للليفت فنتركل، يبقى الدم في الليفت اتريوم. طب نشوف هنا الاجابات في 28 بتقولك ايه. آه هنا اهو بيقولك حصل obstruction في البلاد فروم للليفت اتريوم، فروم من الليفت اتريوم للليفت فنتركل، من الليفت فنتركل من الليفت اتريوم للليفت فنتركل، يعني حصل obstruction اللي هو تضيق، فالدم ما بيعديش من الليفت اتريوم للليفت فنتركل، يبقى الإجابة ايه؟ بي. ماشي يا مستر. رقم 29 يا مستر بتقولك ايه؟ ايه هي الحالة الانفالفز اللي هي ايه هي الكونديشن بتاعت الانفالفز بلاد فلوينج باك انتو للليفت اتريوم في اثناء الدايستوليك؟ قلنا اثناء السيستوليك دي تبع، بيقول لك اصلا يا مستر لو انت ركزت بيقول لك ان هو الفولوينج باك انتو للليفت اتريوم، هو من امتى الدم بيدخل من ليفت اتريوم عن طريق ليفت فنتركل واثناء سيستوليك؟ يبقى دي في مشكلة. طب هو دلوقتي بيقول لي ايه يا مستر؟ بيقول لي دخل اثناء السيستوليك. طب ايه اللي كانت عندنا في التايبس اثناء السيستوليك؟ كانت مترال ريجرجيتيشن. لو انا عايز اتاكد يا مستر اتاكد ازاي؟ ارجع في السؤال اللي قبله كنا بنقول ان المترال ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل، فما يحصل ريجرجيتيشن يبقى الدم يدخل للليفت اتريوم. صح كده؟ صح كده يا مستر، خلاص اتاكدت. يبقى رقم 29 ايه. رقم 30 يا مستر وركز معايا بيقول لك ايه هي الاورتيك ستينيزس؟ الاورتيك ستينيزس ينفع اقول شريان اورطي؟ نفع، يبقى ده ما بين الشريان الاورطي وما بين الليفت فنتركل. طب لما يحصل ستينيزس يبقى الدم ما بيعديش من الليفت فنتركل للشريان الاورطي، يبقى في حصل تضيق زي الاوبستراكشن كده اللي موجود في المترال ستينيزس. طيب هنا في الاختياري ايه في 30 بيقول لك الفالف ليك في الدايستوليك؟ لا احنا بنتكلم على السنيس مش بنتكلم على الريجرجيتيشن. بقول لك اوبننج، حصل انفتاح في الاوبننج بتاع الاورتيك فالف، الفتحه بتاعه الاورتيك فالف نارو يعني اضيق من النورمال، نارو اللي هي ضيقه عن النورمال الطبيعي بتاعها. تمام. خدنا تبقى الإجابة بي في 30. طب 31 بيقول لك ال happens during aortic، ايه هو ال aortic regurgitation؟ طب ارجع تاني قبل ما تحل السؤال، ينفع تقول شريان اورطي؟ نفعت، يبقى ده اللي موجود بين الشريان الاورطي وبين ايه؟ الليفت فنتركل. عرفت طريقة الحل؟ ثبتها معاك بقى، بين الشريان الاورطي والليفت فنتركل. يبقى حصل ايه في الريجرجيتيشن دي بقى هتبقى اثناء الدايستوليك، فالبلاد ليك بلاد البلاد نزل من الشريان الاورطي للليفت فنتريكل. اهو بقول لك في رقم بي الاجابه هتبقى بي. صح، اجابه بي. بيقول لك البلاد ليك باك انتو بيخش للليفت فنتريكل من الاورتيك، من الشريان الاورطي اثناء الدايستوليك، يبقى الاجابه بي صحيحه. رقم 32 يا مستر بيقول لك الباي كسبت اورتيك فالف، الباي كسبت اورتيك فالف. بيقول لك باي يبقى ايه؟ تو فيليبس اللي هو عنده جناحين. لو قال لك تراي كسبت اورتيك فالف يبقى عنده 3 فيليبس. تمام تمام، يبقى الاجابه بي. طيب 33 بيقول لك الباي كسبت اورتيك فالف هير دايركتوري اور اكيوريد، يعني ايه الكلام ده في 33؟ ان الباي كسبت اورتيك فالف ثانيه
بقول لك دي الحالة دي بتنشأ من ايه؟ ينفع اقول ان هي بتنشأ من انفكشن؟ لا ما ينفعش. هو اصلا في السؤال زي الاجابة، هير دايراتوري يبقى هير دايراتوري، صح كده؟ صح ايوه صح، يبقى هي الاجابة سي، هير دايراتوري. يبقى الهير دايراتوري الحالة الوراثية او الحالة الجينية دي هي الهير دايراتوري هارت ديفيسيت اللي هي الاجابة سي. يبقى احنا كنا في سؤال ايه؟ 33 سي. ندخل في 34 وركز معايا يا مستر. بقول لك ايه هو التشامبر، الغرفة اللي موجود السوبريور فينا كافا. وانا وريت لكم السوبريور فينا كافا فين في الرسمة. وهو كان عند الليفت، كان عند الليفت ولا عند الرايت؟ لا كان عند الرايت، الرايت اتريوم، الرايت اتريوم صح. يبقى الإجابة 34 هتبقى سي. ماشي تمام. بعد كده الوول اللي موجود بين الليفت بين الفنتركل، بين التو فنتركل اللي هو فنتركل ورايت فنتركل. السؤال ده مش علينا بس خليه في معلوماتك وخلاص. يبقى وبرضه السؤال اللي قبل اللي هو 34 مش علينا، بس اللي جايب الأسئلة زميلكم اللي جايب الأسئلة جايبها كده. ف34 و35 احنا مطالب بينا بس ان احنا نفهمهم وخلاص. احتمال لو حد حط منه وترخم علينا في الامتحان. يبقى اسمها ايه؟ احنا كنا فين دلوقتي اصلا؟ في ايه هو الوول؟ 35 هتبقى اسمها السبتيوم، اللي هو الانتر فنتركيولار سيبتوم، الجدار الحاجز ما بين التو فنتركل. تمام. بعد كده في رقم 36 يبقى احنا قلنا 35 ايه و34 كانت سي. يبقى 36 بيقول لك الانر ليننج. سؤال ركز حلو فيه. 36 برضو مش علينا بس يعني ايه، اسمع وخلاص. الهارت عبارة عن كذا جزئية. الاي بي دي اللي هو الايبي كارديوم ده الخارجي، الغشاء الخارجي للقلب. طيب البيري كارديوم ده الغشاء المحيط بالقلب. طيب المايو الغشاء العضلي. المايو يبقى اللي هي العضلات اللي هي موجودة في النص ما بين البيري والايبي. طيب لسه حاجة تمام؟ لسه في حاجة كمان اللي هي الاندوكارديوجرام ده الغشاء الداخلي للقلب. هو بيقول لك ايه الانر ليننج، اقرب حد لجوه يعني للهارت. يبقى الاندوكارديوجرام، الاندوكارديوم اللي هو الغشاء الداخلي، الاندوكارديوم. ماشي. يبقى 36 سي. رقم 37 الفالف كاريرز بلاد فروم من الرايت فنتركل لللنج. الفالف اللي موجود ما بين الرايت فنتركل والفالف قلنا اللي هو البلمونري ترانك او ارتري. بالمونري ترانك او ارتري الشريان لا ايه ده، مش احنا في 37؟ البلاد فروم من الرايت فنتركل لللنج. بقول لك ايه هو الفيزل، ما بيقولكش ايه هو الفالف. بيقول لك ايه هو الشريان يعني اللي طالع منه. فهنقول ان هو البلمونري ترانك ارتري، بالمونري ترانك او الارتري. ماشي. اما بقى لو قالك ايه هو الفالف اللي موجود بين الرايت فنتريكل واللونج، هتقول ان هو البلمونري بالمونري فالف. لا مفيش حاجه. استنى بس، اصلا انا كنت مفكر ان هي رقم سي دي فالف. لا غلط. مفيش حاجه اسمها بالمونري فين، يعني مفيش وريد رئوي. ماشي تمام. بعد كده يعني البلمونري فين ده طالع اصلا من الهارت ورجع تاني، طلع من اللنج ورجع للهارت عند الليفت فنتركل. ماشي، الليفت اتريوم. طيب نكمل ما علينا من الحاجات دي. ناخد 38. 38 مش علينا، احنا قلنا خلاص 37 بي. 38 مش علينا. طب 39. 39 ايه هي الريسك فاكتور للدايت هاي الصوديوم والفات، اللي بيبقى فيه فات كتير وصوديوم كتير، يبقى حصل حاجة اسمها هايبرتنشن و هايبر ليبيديميا. ماشي. يبقى الإجابة بي. رقم 40 بيقولك ايه هو التوبيك يوز. توبيك يوز دي من ايه، من الموديفيبل ولا من النون موديفيبل؟
قلنا النن في الله والنن في الله 3 آيات. الايه الاولى بتاعه الايدج، والايه التانية بتاعه الفاميلي هيستوري، والايه التالتة كانت تبع اللهم صل على سيدنا محمد، تبع السيفير إلنس. طيب اما جينا نقول في الموديفيبل قلنا ان الريسك في الدس، ودي كانت الدايت والايه. المهم يعني هي هتبقى تبع الريسك في الدس، وهي هتكون في الموديفيبل. ماشي، السؤال راح فين اصلا؟ رقم 40 هتبقى تبع الموديفيبل ريسك فاكتور. يبقى الإجابة بي. كانت الريسك في الدس عبارة عن ثانية راجعة اللي هي كانت يا جماعة اللي هي الدايت والاكسرسايز والسموكينج والسايز. ماشي تمام. ندخل في اللي بعد كده. خلاص خلصنا 40. ماشي 41 بيقولك ايه هي الكاردياك بايوميركرز فاكرينه لسه قايلينه من شوية، وقلنا ان هو بيعمل بيشوف الهارت ماسل. شوف بيكتشف بيقيم الدمج اللي موجود في الهارت ماسل. يبقى الإجابة سي. تمام. احنا لسه قايلينها ان هو بيشوف الماسلز وبيشوف السكيتل اللي هو الهيكل العظمي في الشرح، قايلينه في الشرح. تمام. رقم 42 بيقول لك الروماتيك هارت ديزيز كلاسيفايد بتبقى ازاي يعني؟ الروماتيك هارت ديزيز فاكر افتكرت السؤال. الروماتيك هارت ديزيز دي يا جماعة كانت بيحصل ان في حالة كونديشن في السيستماتيك اميونيتي. فاكرين السؤال ده ساعة ما قلنا من الكومبليكيشن المضاعفات بتاعة الروماتيك ان في روماتيك فيفر. يبقى هو ده السؤال اهو، جه سألك فوق على الروماتيك فيفر وجه سألك تحت على السيستماتيك اميونيتي كونديشن، الحالة المناعية الجهازية. تبقى الإجابة ايه؟ رقم 43 بيقول لك التست يوز ماجنتيك. ماجنتيك يبقى الام ار اي. الماجنتيك الام ار اي. الام في الماجنتيك والار في الراديو ويفز. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى الاجابه هتبقى بي. رقم 44 مش علينا. ندخل في 45 اخر سؤال. وان واي بلاد. مين اصلا المسؤول عن وان واي بلاد؟ ان هو الهارت فالف. الفالف بتاع الهارت هو اللي بيخليه ان الدم يتجه في اتجاه واحد. يبقى الاجابه بي. تمام. بيقول لك اناتوميكيال بوزيشن فيزيكال كاركترستيك للهارت. طيب نتكلم عن الهارت، وقلنا عرفناه في الاول خالص، وقلنا ان الهارت موجود في الميد لاين. الميد لاين ده اللي هو قريب من الثوراتيك كافيتي، قريب من التجويف الصدري. وعرفنا ان الميد لاين ده اسمه ميدياستينيوم. وكمان عرفنا ان السايز بتاع الهارت عبارة عن فيست قد بيرسون فيست قد زي قبضة اليد كده. وكمان عرفنا ان الويت بتاعه ان هو less than باوند، اقل من رطل. ومن الكاركترستيك الخصائص بتاعته ان هو عنده فور تشامبر، اتنين ابر واتنين لور. الاتنين الابر اسمهم ليفت اتريوم ورايت اتريوم. طيب والاتنين اللور اسمهم ليفت فنتركل ورايت فنتركل. خدنا بعد كده الاكسبلين ذا لا لسه في قبلها. قلنا كمان ان احنا عندنا فور فالف زي ايه؟ زي ترايكاسبيد بالمونري ميترال وابورتيك فالف، بايكاسبيد بالمونري ميترال اورتيك فالف. ماشي يا شباب؟ تمام. اكزامبل بين السيستوليك والدايستوليك. اشرح ايه هو السيستوليك والدايستوليك. قلنا ان السيستوليك هو ضغط الانقباض والدايستوليك ضغط الانبساط. يبقى السيستوليك ضغط الكونتراكشن، والدايستوليك ضغط ايه؟ الريلاكسيشن. خدنا بعد كده بقول لك كومبير اند ميترال ستينيز. ايه هو الميترال ستينيزس وايه هو الميترال ريجرجيتيشن؟ ينفع اجرب في مخي اول ما اشوف الكلمه دي واقول ينفع اقول شريان مترالي؟ ما ينفعش اقول شريان مترالي، لكن ينفع اقول شريان اورطي. ماشي. المترالي ده بقى يبقى الصمام المترالي ده موجود بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل. وده لو حصل ستينيزس يبقى الدم ما بيعديش من الليفت اتريوم للليفت فنتركل. طب لو حصل ريجرجيتيشن يبقى الدم رجع من الليفت فنتركل للليفت اتريوم. تمام يا شباب؟ تمام. ايه هي الموديفيبل ريسك فاكتور؟ او بقول لك الموديفيبل مش النون موديفيبل. يبقى الريسك في الدس. الريسك في ايه؟ في الدس. ونقول ان الاربع حاجات بتاعتنا اللي هو الدايت بتاعه
اكل عبارة عن ان في سوليد كتير، في ملح كتير، وفي فات كتير. بعد كده خدنا ان هو الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته عن قلة في الحركة ان اكتيفيتي الاكسرسايز قليلة، وهو بيدخن عنده سموكينج، وكمان بياخد كحول، بيتعاطى الكحول، وكمان السايز بتاعه عنده اوبيزيتي، سمنة مفرطة. بعد كده اخر سؤال بيقول لك صح كده احنا في اخر سؤال ولا غلط؟ اخر سؤال بيقول لك الباي كسبت اورتيك فالف. الباي كسبت اورتيك فالف، ودي قلنا ان هي حالة بتكون خلقية يعني، اللي هي بيسموها ايه ثانية، آه، اللي هو كنا بنقول عليها ايه ثانية، اللي هي malformation congenital malformation دي حالة تشوه خلقي. اصلا هو مخلوق كده تشوه خلقي في الصمام. فالباي كاسبت اوردك فالف هو يعني هو عايز ايه منه؟ affect heart function، بيأثر على الهارت ازاي؟ ثانية افهم السؤال. ان هو بيعمل difficulty للهارت في البامب بلاد انتو للاورتك، ما بيخلي صعوبة على القلب ان هو يعمل بامب ضخ للدم في الشريان الاورطي. قشطة يا شباب، دي هو بيتكلم على الليفت فنتركل في النقطة دي. تمام كده خلصنا محاضرتنا، خلصنا ال45 سؤال الاولانيين. انتظروا المراجعة التانية وال45 السؤال التانيين. الاجابات اهي بتاعة المقالي والاجابات بتاعة الاختياري، اللي عايز ياخد لقطة شاشة ليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.